عندك دايما مشكلة مع الكفر بتاع البفتيك او حتى البانيه. النهاردة في الوصفة دي هقولك ازاي تحتفظي بالاتنين على وش البفتيك الاسكالوب او حتى البانيه بطريقة حلوة جدا. هعمل معاكم كمان مكرونة، وفطار النهاردة كان بسيط وسهل خالص. تقدروا تجربوا الوصفة ان شاء الله لو عجبتكم، وما تنسوش تكتبوا لي في التعليقات عايزين تعملوا ايه الوصفة اللي جاية. البفتيك مستوي تماما، بصوا بايد واحدة. وكمان الطبقة الخارجية لازقة عليه ما وقعتش. يلا بينا نبدأ الوصفة سوا مع بعض. لو أول مرة بتشوفوا ليا فيديو، أنا مرمر، دي قناتي على اليوتيوب. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان توصلكوا كل الوصفات الجديدة. يلا بينا نبدأ بأهم حاجة وأول حاجة، وهي تتبيلة البانيه. وقولوا لي كلكم، هل بتحبوا قطعة الاسكالوب كبيرة كده ولا صغيرة؟ يلا بينا نبدأ الوصفة سوا مع بعض. اول حاجه التقطيعه هو اللي الجزار بيقطعها. معايا بصل مبشور ناعم جدا، ملح، فلفل اسود، بهارات 7 حبات، معلقه كبيره مستردة، ومعلقه كبيره كاتشب. الاتنين بيفرقوا جدا في التتبيله بتاعه البفتيك. طب البصل بيخلي البفتيك يفك؟ لا. طيب المستردة بتدي طعم مش حلو؟ لا. الكاتشب بيخلي طعم الاكل مسكر؟ لا. كل دي حاجات مش مظبوطه خالص. جربي الوصفه والتتبيله دي، هتاكلي احلى اسكالوب او احلى حته بفتيك طعمها ما تكلتيهوش قبل كده. تمام. هتبل بقى التتبيله دي كلها، وانا هسيبها من قبل بيوم. هو متجمد شويه، علشان كده حته لونها اللي هي الطبيعي، وحته المتجمده لسه لونها ما فكش من التتليج. تمام. طبعا اتبل وهسيبه انا شخصيا يعني بعمل كده من قبلها بيوم، علشان خاطر انا ما ببقاش فاضيه في اليوم اللي بيبقى فيه الفطار نفسه. هعمل ايه بقى؟ تعالى اقول لكم على الطبقه بقى الخارجيه اللي احنا بنعملها للبفتيك. انا بعملها بطريقه حلوه جدا. حطيت كوبايه من اللبن، وحطيت بيضه. هي مش هتكفيه، انا هجيب بيضه تانية دلوقتي احطها. هقلب الاتنين كويس جدا، وحطيت ملح، وحطيت فلفل اسود، وهحط كمان دقيق عليهم. يبقى انا كاني بعمل كريب بالظبط، كأني بعمل كريب بانكيك. عايزة عجينة بالسوم كده، بالتقل ده، بدل ما هيبقى من دقيق ولبن وبيض وبعد كده بقسماط. لا، هنعمل كده، وهناخد من ده على البقسماط على طول. اولا زيت نظيف، ثانيا طبقة ما بتتفكش من على البفتيك او من على البانيه، ثالثا الطعم بيبقى خطير، وكمان سهولة للموضوع. قلبي بقى كويس جدا. بعد شويه الدقيق لقيتيها لسه خفيفه، هتحطي معلقتين تاني لحد ما تلاقي القوام اللي انا قلت لكم عليه، يا قوام الكريب يا قوام البانكيك. وبعد كده هننزل بقطع البفتيك في الخليط اللي احنا عملناه ده، ومنه للبقسماط. البقسماط لو مش بيبقى فاتح بتحطي عليه معلقتين دقيق. ليه بقى؟ عشان يطلع معاكي البفتيك زي ما او البانيه زي ما شفتيه في الاول، فاتح مش غامق. معلقتين الدقيق اثناء التحمير بيفرقوا كتير جدا. ليه بقى؟ البفتيك بيقعد وقت اطول على البوتاجاز، فيستوي معاكي احسن، فما بتحسيش ان الكفر الخارجي اتحرق قبل تسوية اللحمة او البانيه من جوه. تمام. وصلت المعلومة؟ طيب. انا كمان من الناس اللي بتحب تحط رشة زعتر على البقسماط المطحون، او البقسماط اللي انت هتستخدميه، او الفيجيتار اللي هتستخدميه لقلب البفتيك او حتى للبانيه. ليه بقى؟ طعم الزعتر، وخصوصا لما بيكون نوعه جيد، بتلاقي طعمه وريحته حلوة قوي مع اللحمة قوي. وكمان بيبقى تايه كده في وسط البقسماط. لا، بيبقى خطير، بيفرق كتير جدا. الزعتر من الحاجات اللي بتفرق في اللحوم قوي. هبتدي بقى انزل قطعة اللحمة معايا في قلب انا هي دي كبيرة شوية، فانا هحاول ان انا ايه، اقصها حبة علشان الدنيا ما تبقاش كبيرة قوي زيادة عن اللزوم. تمام. وهبتدي بقى انزلها على الفيجيتار او البقسماط بتاعي، واضغط بكف ايديا كويس جدا. طيب، هل فككان الكفر دوت في الزيت بيكون من الزيت؟ بيكون اني ما ضغطتش عليها؟ بيكون اني عملت بيض وما عملتش بلبن، او اني لا لا خالص خالص، كل الحاجات دي ملهاش علاقة. ولا انك تقعديها في التلاجة ولا الكلام ده، انا عملته وقليت. هي الفكرة في انك تضغطي عليها شوية. الزيت تبقى درجة حرارته متوسطة، اللي هو حامي جدا ينزل ياخد لون وما الأكل ما يتصدمش، ولا هو بارد قوي يفك معاكي.
وعملنا طبق مكرونة بسيط وسهل، وقطعت كمان حتت بفتيك مستوية في قلب المكرونة. ده كان الفطار النهاردة، خفيف وحلو جدا، سهل. اعملي بقى السلطات اللي انت حباها. اكتبولي لو انتوا بتحبوا الاكل يكون معروض على السفرة معاه سلطاته، ولا نعرض الاكل هنا هوت، او اوريكم الاكل هنا هوت على في قلب المطبخ. عملنا مع بعض النهارده وصفة بفتيك او اسكالوب بانيه، وتقدري تعملي نفس الخطوات في قلب البانيه. اشوفكم بخير في وصفة جديدة. عملت معاكم النهارده فطار النهارده. كل سنة وانتم طيبين.